ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا جماعه بصوا بقيت بطلع لكم فلتر، مش عارفه ثقتي في نفسي قلت ولا ايه. الاول كنت بطلع لكم من غير فلتر، مش عارفه ايه اللي حصل. المهم مش ده موضوعنا. انا من امبارح بقيت عند ماما عشان اقضي النهارده اليوم الجمعه كله من اوله عندها، فطار بقى وغدا ومش عارفه ايه. والنهارده احنا كلنا معزومين اخويا ومراته وانا وجوزي وخطيب اختي، وكلنا معزومين النهارده عشان نشعبن. كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب، فقلنا ماما هتعزمنا عشان ناكل في اكله الفسيخ والرنجه قبل رمضان. فانا بقى جيت من اول اليوم، قلت انا لسه هاجي على الغدا، انا لازم احضر اليوم من اوله، من اول الفطار، مش ماشيه النهارده غير لما احضر اليوم كله. فجيت من امبارح بالليل عشان ابقى صاحي من بدري معاهم والحق الفطار. فيلا بينا بقى نفطر عشان بعد كده نجهز الغدا الفسيخ والرنجه. يا جماعه مش عارفه، كل ما بقى باكل فسيخ ورنجه اكتشفت ان انا بقى لابسه نفس البيجامه دي. مش عارفه هي البيجامه دي بيجامه الفسيخ والرنجه ولا ايه، بالصدفه والله يا جماعه. بس فيلا نبدا اليوم مع بعض. وما تنسوش تدوسوا لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك، وفعلوا زر الجرس، واعملوا لي كومنت. يا ماما الشغل الجامد ده ماما، تسلم ايدك. بقى ايه؟ رنجة شوية رنجة، انما ايه في قلبك. مش هعمل بقى النهارده. مفيش بطاريخ ولا ايه؟ لا والله الرنجة جاية من غير بطاريخ. لا والله. صدقيني. لو انا اللي لسه النهارده بقول ايه لبابا لا يجي جنب البطاريخ، هو حر. مفيش. عشان نيتي كانتش لطيفة. مفيش بطاريخ والله. انت اللي مخليه الفسيخ صح؟ ايه لعبك يا ماما؟ حطيت عليه خل وليمون ولا ده زيت بس؟ لا حطيت عليه، ما حطيتش عليه خل. لا والله. ليمون بس. حطيتي زيت وليمون يعني خلاص؟ لا لسه ما حطيتش ليمون، هحط ليمون تاني. حط ليمون بس يعني. كفايه ليمون كده على الرنجة ولا ايه الكلام؟ كفايه. بصوا الكميه يا جماعه، ما شاء الله، الله اكبر. كلنا هناكل، احنا كتير ما شاء الله. تسلم ايدك يا ماما والله. تعالى اوريكم البطاطس. هوريكم البطاطس. انا اجيبها لك بس. جيبها لحد عندي. اوكي. دوخش نفسك. ايوه. طبقتين اهو، لسه في طبقتين، لسه في طبق على النار. قولوا لي مين عمل الاكله دي احلى، انا ولا ماما؟ انتوا صحيح ما اكلتوش من دي ولا من دي، بس برضه قولوا لي. اهو بطاطس فسيخ في على النار، بطاطس اتقلى. انا اقسم بالله المره اللي فاتت كنت قاليه كميه بطاطس يا ماما، تيجي وقت الاكل بقى تحسيهم ايه مش كتير، معرفش ايه اللي بيحصل. انا كنت قاليه كروانه، انا كنت قاليه بتاع 4 كيلو بطاطس. اروى خلصتهم كلهم منك لله يا اروى. مسيطرة انت على البيت يا بوسي. بهزر يا جماعه والله. بذلها بس شويه. تمام. تمام قوي قوي قوي. بيخلي برضو ليمون عشان انا بحبها ايه. قلي فلفل. ميزه كده. انا والتركي بنحب نحط ليمون كتير. ايه؟ انا والتركي بنحب نحط ليمون كتير. عندي ليمون تاني كده جايه. ماشي. بقى اغسل الفلفل واقليه. ماشي. يلا يا جماعه ما بقى نغرف اوريكم السفره. يلا سلام. بس احنا المشكله ان احنا فطرنا كتير، نعمل ايه في الحوار ده؟ الغدا كنت ما يا دوبك عم بنحط تركي جديد قوي يعني خلاص والدنيا تمام. المشكله انا فطرت كتير، الواحد عايز بقى في الاكله دي ايه ما يفطرش خالص. انا اللي بجوعكم. فلفل اهو كمان بجوعكم. لسه هيتقطع ويتغسل. ماشي يلا. اهو طحينه، ماما عملت طحينه ما شاء الله. الناس بس هيقولوا ايه يا جماعه. وعملت تونه عشان خاطر احمد اخوكي بيقول لي ماليش في الرنجه والفسيخ. مش عارفه بجد اللي ما بيحبش الرنجه والفسيخ ده. انا مربيه يا ابني بس ما اعرفش ليه فيه ولا ماليش. طب ما بساعدها يا بنتي اهو. عامله فيها. اخلي احمد اخوكي ولا كريم يحط الترابيزه ولا التركي، اي حد فيهم. لا طبعا جوزي ما بيحطش ترابيزات، خلي كريم. ماشي، هو كل مره هو بيحطها. بابا. في الاخر بابا اللي هيحطها. انا راح اصور الترابيزه بقى عمو. طب اصور الترابيزه. هو ده المطلوب. برافو.
شغالك معايا على الصفحه. ايدي كمان انا بقولت في الشوت. صورت فيديو النهارده عشان فين امك؟ جاي بتعمل ايه؟ يلا ماما انا كده الدول عمل بقى عليها. باي سوري سوري بس عشان جبني. حط على وشك قلب. الستات دول عشان اسف. ونختم اليوم بقى بأحلى كوكتيل من ايد ماما. تسلم ايدك يا رب، وربنا يا رب يديم لمتنا ونفضل دايما متجمعين. طبعا اليوم كان ناقص هبه اختي وجوزها، بس مش مهم، تتعوض ان شاء الله يوم تاني، وربنا يا رب يديم لمتنا كلنا مع بعض.